أنه أديب وأنه ليس له من العلم الشرعي ما يؤهله للخوض في كثير من المسائل، ولهذا وردت عليه أخطاء كثيرة في كتابه في ظلال القرآن، مما ذكر الأخ السائل. وحقيقة من أسوأ ما عند سيد قطب رحمه الله طعنه أو الغمز واللمز الذي حصل منه في بعض الصحابة مثل عثمان رضي الله عنه وارضاه نحو ذلك. تأويل أهل العلم لهذه الكلمات التي تنبؤ عن منهج أهل السنة والجماعة وعن الإنصاف وعن الاعتدال الموجودة في كلام سيد قطب أنه إنسان أديب لا ينبغي أن يرفع أعلى من مكانه فيوضع في مصاف العلماء. سيد قطب رحمه الله ليس عالما، وإنما هو رجل أديب كاتب، وهو لا يحسن التعبير عن العقائد الشرعية الإسلامية. أنه أديب وأنه ليس له من العلم الشرعي ما يؤهله للخوض في كثير من المسائل،